يا ترى عينك لو جت على عين اخطر حيوان على وجه الارض هتعمل ايه؟ في الفيديو ده هنعيش مغامرة مرعبة. المغامرة دي هتبقى مع طارق اللي اتحط في مواقف مستحيل حد يعيش منها، وواجه اشرس حيوانات على وجه الارض، من الدببة المفترسة اللي في الغابات لاسماك القرش المتعطشة للدماء في المحيط. القصة اللي معانا النهارده دي بطلها مصري، وطارق هيكتشف لينا اسرار النجاة من كل حيوان، ايه اللي ممكن تعمله علشان تحافظ على حياتك، ولو اتحطيت في موقف زي ده تعرف تتعامل مع الحيوان ده ازاي. الفيديو ده مليان اثارة وتشويق ومعلومات قيمة هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تقرب من اي حيوان مفترس. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش بس الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان نوصل للقمة بيكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنتكلم بس على طارق شوية. طارق نشأ وولد في مصر سنة 86. كان حلمه انه يكون دكتور بيطري عشان يعالج الحيوانات الأليفة ويساعدهم، وطارق فعلا قدر يحقق حلمه لما بلغ 30 سنة من العمر، لما جه في باله حاجة مجنونة او حاجة مستحيلة كان عاوز يعملها، انه يلف العالم كله، ومش يلف العالم، هو يلف غابات العالم، مستنقعات العالم. عايز يقابل حيوانات مفترسة ويخيم في أخطر أماكن على وجه الأرض ويندمج في الحياة البرية، واللي هيساعده بده واحد صديقه وهو من مصورين الحياة البرية، واتفق مع طارق لأجل قوي جدا ومترددش معاه، وابتدى أول رحلة ليه لغابات أمريكا الشمالية. طبعا طارق ما كانش جاهز إنه يقابل الحيوانات دي. مع تدريبات كبيرة جدا ومع جهود في فريق العمل، قدر طارق في خلال 6 شهور يكتسب معلومات كبيرة جدا عن الحيوانات وازاي يتعامل معاها، وبالتالي دلوقتي طارق بقى جاهز انه يتعامل مع الحيوانات دي. لو عاوز تعرف طارق هيقابل ايه في امريكا الشمالية استنى الفيديو ده للنهاية. طارق وهو بيتجول في غابات امريكا الشمالية لقى نفسه بيمشي وسط اشجار كبيرة جدا وكثيفة، لما ظهر على ضفة النهر دب عملاق، الدب البني، وتذكر ساعتها طارق النصائح المفروض يعملها في الوقت ده. فضل طارق واقف هادي ورفع ايده يلوح بيها علشان يبان انه كبير. حسن الحظ بتاعه الدب شمه من اجل الفضول بس وسابه ومشي. وساعتها طارق حس ان الموضوع مش هيكون سهل زي ما هو متخيل، عرف ان التحدي ده مش هيكون سهل، التحدي ده هيكون من اصعب المغامرات اللي عملها في حياته. بعد ايام قليلة طارق كان بيتسلق جبل فيه منحدرات وصخور كبيرة. هو كان عارف هيقابل ايه، كان هيقابل الوشق وهو كان مستعد ليه، او بالاخص هو كان رايح له برجليه. والمعروف عن الوشق ان هو مش كائن دفاعي بل كائن هجومي زي الاسد يعني. ظهر مرة واحدة الاسد بنظرة شرسة ومرعبة جدا. طارق طبعا عارف كان هيعمل ايه. كان قرار طارق سريع جدا ولوح بايده وصدر صوت عالي جدا. ولحظات صغيرة الوشق اتردد على طول وجري وسط الصخور واختفى تماما. وهنا طارق حس بقوة ودافع قوي انه يكمل الرحلة دي للنهاية بعد اكتشاف امريكا الشمالية والتخييم فيها لعدة ايام. وطارق ساعتها كان مستعد ان يسافر لاخطر قارة في العالم، قارة معروفة بالحشرات الخطيرة اللي فيها والزواحف القاتلة. طارق كان مستعد بكل شغف عشان هيسافر استراليا.